صباح السعادة، وإن شاء الله اللي جاي أحلى وأجمل مليون مرة مهما حصل ومهما كان، لأن ربنا موجود والأمل في ربنا، وربنا فوق الكل وعادل. طبعا إحنا دلوقتي في زمن الفشخرة وزمن الديسبلاي أهم من الكونتنت، والمهم شكلك يبقى عامل إزاي. فطبيعي إن أي بني آدم عايز يبان جامد، يبان شيك، يبان قوي، يبان شاطر. هقول لكم نصيحة مهمة جدا. الناس الشاطرة والناس اللي شخصيتها قوية والناس المؤثرة والناس الجامدة الشبح زي ما بيقولوا الأجيال الجديدة، فيهم ميزة مهمة جدا. They have nothing to prove. يعني they have nothing to prove، يعني هم ما عندهمش حاجة عايزين يثبتوها للناس. يعني ايه؟ يعني هو مش بيثبت لك انه جامد، لا، هو لما بيتصرف بطبيعته جامد. مش محتاج يلبس هدوم شيك كتير واكسسوارات غالية كتير ويقعد يوريك موبايله ومفتاح عربيته عشان يوريك انه غني او انه من سوشيال كلاس كويس. هو من كلامه ومن لبسه ومن طبيعته لما بيتصرف بطبيعته بيبان جامد. مش محتاج يحشر كلام انجليزي كتير باكسنت تقرف عشان يوريك انه بيفهمه كويس. لا، هو الكلام الانجليزي بيطلع غصب عنه، مش غصب عنه، لا، هو بيطلع في الاماكن اللي محتاج يطلع فيها. مش محتاج يثبت لك انك حمار عشان يوريك انه هو بيفهم. مش محتاج يتنطط عليك عشان يثبت لك ان هو شخصيته اقوى من شخصيتك. مش محتاج يثبت اي حاجة. فتأكدوا ان اي حد بيحاول جاهدا انه يثبت لك انه كويس وانه جامد وانه بتاع بنات، واي واحدة بتثبت ان هي سوشيال كلاس مش عارف ايه، دي ناس عندها عقدة نقص، دي ناس معقدة نفسيا. ودايما اي حد بيتكلم عن اي حاجة كتير او اي حد كتير بيبقى معقد منه. حطوها حلقة في ودنكم. الناس الجامدة مش محتاجة تثبت لحد اي حاجة. الناس الجامدة لما بتخش انترفيو مش داخلة تبهر الراجل اللي بيعمله او الشخص اللي بيعمله الانترفيو، هو داخل بيثبت له ان انا وجودي عندك في الشغل هيكون اضافة، وهو بيتكلم بطبيعته. خليك اصلي، خليك طبيعي. مش محتاج تثبت اي حاجة لاي حد انك جامد، لان لو انت جامد بطبيعتك هتبقى جامد. صباح السعادة.